السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البي اي دي كنترولرز. والبي اي دي كنترولرز ممكن تبقى ليها أكتر من نوع. ممكن يبقى بي كنترولر بس، وممكن يبقى بي اي كنترولر، ممكن يبقى بي دي كنترولر، وممكن يبقى التلاتة مع بعض فيبقى بي اي دي كنترولر. طب ايه البي وايه الاي وايه الدي؟ اللي هو البروبورشنال والانتجرال والديريفيتيف كنترولرز. وكل واحدة ليها أهمية أو ليها فايدة أنا ليه بستخدمها. وطبعا أفضل واحدة فيهم اللي هي البي اي دي كنترولر، اللي هي بتديني كل الأفضلية بتاعت ايه، بتاعتهم كلهم يعني. فاحنا لو بدأنا في الأول شفنا البروبورشنال كنترولر. البروبورشنال كنترولر هنا بيقول لي إن البي بي في تي اللي هو الأوتبوت بتاعي بيساوي الكي بي. ده بيعتبر البروبورشنال جين كونستانت، ده الجين بتاع البروبورشنال سيستم، مضروب في الايرور بتاعي اليو اوف تي، زائد البي نوت اللي هو الاوتبوت لما ما يكونش فيه ايرور في السيستم بتاعي، او الزيرو ايرور يعني. بعد كده الانتجرال كنترول. الانتجرال كنترول بيقول لي البي اوف تي بيساوي الكي اي، واللي هو الكونستانت كنترولر جين في الايه، في الانتجرال مود. بعد كده تكامل من 0 ل t الايرور بتاعي دي اوف تي، وطبعا بلس الايه الاوتبوت لو انا ما كانش عندي ايرورز خالص. بعد كده هندخل في الديريفيتيف مود. بيقول لي برضو البي اوف تي بيساوي الكي دي اللي هو الديريفيتيف كونستانت، جين كونستانت، في الدي يو اوف تي باي ايه، باي دي تي، زائد البي نوت. تمام. فانا دلوقتي عندي كل كنترولر لوحده، او كل سيستم لوحده، اللي هو البروبورشنال لوحده، والديريفيتيف لوحده، والانتجرال ايه، الانتجرال لوحده. الثلاثه دولت ايه، لوحده. طب انا مثلا دلوقتي لو جه قال لي بي اي كنترولر او البروبورشنال انتجرال كنترولر، ده هيبقى الاوتبوت بتاعه عباره عن ايه؟ فانا لو جيت بصيت كده على البروبورشنال انتجرال، خلينا نكتب مثلا هنا ده بي اي، البي اوف تي بتاعه البي اوف تي بتاعه هيساوي الكي بي عادي اللي هو البروبورشنال مضروب في الاي اوف تي، زائد الكي بي الجين بتاع البروبورشنال في الكي دي بتاع الديريفيتيف. هنا اسف هيبقى الكي اي، لان احنا شغالين انتجرال مش ديريفيتيف الاول. بعد كده الانتجريشن من 0 ل t اي اوف تي دي تي زائد بي نوت. تمام. وكذلك برضو ممكن نعمل البي دي سيستم، اللي هو هيقول ان البي اوف تي بيساوي الكي بي في الاي اوف تي، زائد الكي بي في الكي دي في الدي اي تي باي دي تي، بلس البي ايه، البي نوت. كده انا عندي السيستمز دي كلها، آه ك كسواء البروبورشنال لوحده او الانتجرال لوحده او الديريفيتيف لوحده او البي اي او البي دي. كده فاضل لنا البي اي دي. البي اي دي هيكون بالشكل الايه، بالشكل التالي. عبارة عن ان هو بيقول لي ان هو بيبقى سيستم كومبلكس. تمام. ان المعادلة بتاعته مش معطاة، بس هو بيبقى سيستم كومبلكس، وبيكون السيستم بالشكل ده. انا عندي هنا الانبوت بتاعي الار اوف اس، داخل على 3 اوبريشنز اللي هي الاس كي دي والكي بي والكي اي على الاس. بعد كده واخد الجمع بتاعهم كلهم في سام بوينت، وبعد كده رايح على الكنترولر بتاعي او البلانت اللي هو الجي اوف اس، وخارج لي في الاخر ايه، الاوتبوت اللي هو سي اوف اس. وهنا عندي يونيتي فيدباك بالشكل ده. تمام. ده البي اي دي.
لو نبدأ بقى نشوف مسائل على الكلام ده كله. فأول مسألة عندنا بيقول لي اللي أنا لو عندي بي اي سيستم، فهو مديني بيقول لي اللي أنا عندي بي اي سيستم، وبعد كده بيقول لي بي اي سيستم كنترولر is used to control a certain process the setting are، مديني الكي بي، بيقول لي هنا الكي بي بيساوي 2% والكي اي 4%، وبيقول لي دوت طبعا ايه بير مينت، ومديني البي نود اللي هي الاوتبوت بتاعي لو ما كانش فيه اي ايرورز بيساوي 50%، وبيقول لي الايرور سيجنال is found to be 3t plus 7. يعني هنا الاي اوف تي ده الايرور سيجنال بتاعتي بتساوي 3t زائد 7. وكمان بيقول لي ان التي ده معرفني ان التي ده التايم، وبيقول لي find الكنترولر اوتبوت بكام برسنت بعد دقيقة ونص. فانا هنا عندي بي اي سيستم، فاول حاجة هبدأ ان انا احط المعادلة بتاعت البي اي سيستم اللي هي البي اوف تي الاوتبوت بتاعي بيساوي الكي بي مضروبة في الايرور اي اوف تي زائد الكي بي في الكي اي انتجريشن من 0 ل تي الاي اوف تي دي تي زائد البي نوت. كده انا اول خطوة عملتها اللي انا حطيت ايه المعادلة المناسبة للسيستم المعطى. ابدأ اعوض. فهنا مديني مثلا ان الكي بي، هنا جاي ابص على الكي بي 2% مضروبة في الايرور اللي هو 3 تي زائد 7، الفانكشن بتاعت الايرور اللي هو مديهاني، زائد الكي بي في الكي اي اللي هو 2% في 4%، 2% مضروبة في 4%. بعد كده انتجريشن للايرور من زيرو لواحد ونص اللي هو التي بتاعي، ممكن اسيبها لغاية دلوقتي تي، اعوض في الاخر بالتي عادي. بعد كده احط الايرور اللي هو 3 تي زائد 7، وكل ده طبعا دي تي. بعد كده زائد في الاخر البي نود اللي هي 50%، فهتبقى نص. جميل. ابدا دلوقتي اللي انا اقول 0.02، احط المعادله زي ما هي واعمل الايه، اعمل انتجريشن بتاعي. طبعا دي لو هي اتضربوا في بعض الاتنين من 100 في 4 من 100 هيطلع لي 0.0008. بعد كده هعمل الانتجريشن. طبعا هزود هنا على الأس واحد وأقسم على الأس الجديد فيبقى 3 على الاتنين تي تربيع زائد 7 تي، وهنا التعويض من زيرو لإيه؟ من زيرو لتي زائد نص. تمام. فده هيساوي 0.02 مضروب في 3 تي بلس 7 بلس 0.008، معلش في زيرو كمان 8. وبعد كده افتح قوس. طبعا أنا لو هنا عوضت بزيرو هيديني زيرو، المفروض اعوض بالتي ناقص التعويضه بدي بزيرو بس هتديني زيرو، فانا ممكن اعوض بالتي على طول، فتبقى 3 على الاتنين تي تربيع زائد 7 تي، كل ده بلس 5 بلس هاف نص. وبعد كده اقدر اعوض في الاخر بالتي، فده هيساوي 0.02 مضروب في 3 في واحد ونص، واحد ونص بلس 7 زائد 0.08 مضروبة في 3 على الاتنين، واحد ونص تربيع بلس 7 في واحد ونص، كل ده زائد نص. ده هيديني في الآخر حوالي 0.7411، وطبعا عشان هو طالبها بالبرسنت فده هيساوي 47.11%. يعني أنا كده هوصل 74.11% من الأوتبوت بعد دقيقة وإيه دقيقة ونص. جميل. ممكن أوصل ممكن ندخل على مثال تاني. المثال هنا مديني بيقول لي إيه، بيقول لي اللي أنا عندي سيستم ميكانيكال بالمنظر ده. هنا عندي دمبر متوصلة بماس،
وهنا عندي سبرينج، وهنا عندي الفورس المؤثرة على الماس دي اف، وطبعا عاملة لي ديسبيسمنت اكس، وهنا مديله رمز بي، وهنا مديله رمز ايه كي. فانا هبدأ احل، اللي انا اجيب اول حاجة اعمل ماثيماتيكال موديلنج للسيستم اللي قدامي ده. فاروح رايح كده عند الاف، اقول ان الاف بتساوي، ابص الماس اول حاجة متوصلة، طبعا هنا ام. الماس اول حاجة متوصلة، طبعا الماس هتبقى ام دي تربيع اكس باي دي تي تربيع. احنا عارفين ان الفورس اللي مأثرة على الماس بتساوي الام في الاي، والاي طبعا السكند ديريفيتيف للديسبيسمنت. بعد كده زائد، هنا عندي الدمبر بيساوي البي في الفي، اللي هو يبقى بيساوي بي دي اكس باي دي تي. والسبرينج احنا عارفين ان هو كيف اكس، فيبقى كيف اكس عادي خالص. تمام. ابدا احولها للابلاس. الاف هنا هتساوي، طبعا ده كان في التايم دومين، ده يبقى في اللابلاس دومين، هيساوي ام اس تربيع اكس اوف اس بلس بي اس اكس اوف اس بلس كي اكس اوف اس. تمام. ممكن هنا اخد الاكس عامل مشترك، فهنا الاف اوف اس بتساوي ام، ممكن اخد الاكس اهو هنا كده، ام اس تربيع بلس بي اس بلس كي. وانا عارف طبعا ان الترانسفير فانكشن بتساوي الاوتبوت على الانبوت. هنا عندي الانبوت بتاع السيستم اللي هو الاف اوف اس، وعندي الاوتبوت اللي ايه الاكس اوف اس. فانا لو عايز اجيب هقسم هنا على الاف اوف اس عشان اجيب الاكس اوف اس على الاف اوف اس عشان اجيب الاوتبوت على الانبوت. فببساطه هقسم هنا واودي دي الناحيه التانيه برضو بايه، باسم الناحيه التانيه المكان ده كله او البارامتر ده كله. فده هيساوي واحد على، ممكن نكتبها كده اللي هي الاكس اوف اس على الاف اوف اس، ده بيساوي واحد على ام اس تربيع بلس بي اس بلس كي. تمام. هو هنا بيقول لي اللي انا البارامترز اللي انا مديها لي ان الماس بواحد كيلو جرام، مديني ان الماس ده الام بيساوي واحد كيلو جرام، مثلا ام بتساوي واحد كيلو جرام. ومدي لي الدمبر او الدامبنج كوفيشنت بتاعي بيساوي 10 نيوتن على المتر. وبعد كده الكي بتاعي بيساوي 20 نيوتن على المتر. ومديني الفورس بتاعتي بتساوي 1 نيوتن. تمام. فانا ممكن اوصل الترانسفير فانكشن بتاعتي للشكل ده، واحد على الام طبعا بواحد فتبقى اس تربيع بلس 10 اس بلس 20. تمام. بعد كده بيقول لي ان لو انا عندي مثلا اوبن لوب ريسبونس والجين مديهوني 5%، وبيقول لي ان انا عندي يونت ستيب انبوت. جميل. فانا دلوقتي لو عايز اجيب مثلا ايرور ستدي ستيت، ايرور ستدي ستيت بيساوي، اجي ابص على السيستم ده. السيستم ده عموما لما اجي افكه بالشكل بالمنظر ده، هلاقي ان او ابسطه يعني، هلاقي ان انا عندي هنا معادله من الدرجه الثانيه، ودي هتتعمل ايه على الاله لقوسين. فانا هيبقى عندي عموما هنا اس اس ايه، اس اس زيرو. فانا لما اجي اجيب الايرور ستيدي ستيت، الايرور ستيدي ستيت طبعا احنا عارفين ان هو بيساوي الليميت لما اس تقترب لزيرو لاس ومش عارف ايه. لا احنا ممكن ببساطه بدل ما نعمل ده كله، لو ركزنا شويه احنا عارفين ان السيستم هنا تايب زيرو. تمام. وهنا بيقول لي يونت ستيب. فانا عارف قبل كده لما كنا واخدين في التايم ريسبونس، ان انا لو عندي السيستم بتاعي تايب زيرو وعندي اديته يونت ستيب او عموما ستيب انبوت، فانا الايرور ستيب بتاعي هيساوي ايه، هيساوي ايه على واحد زائد كي. جميل. وانا هنا الايه بتاعتي هتساوي واحد، والكي اللي هو الجين مديهوني ب5%. فانا لو عوضت ده هيطلع لي تقريبا 95%.
95 تقريبا 2. بس عموما احنا هناخد ال95%. تمام، ده كده الايرور ستيب بتاعي. آه دلوقتي هو جايب لي مثلا في المحاضرة، مديني الرسمة بتاعت المنظر ده، بان انا عندي مثلا هنا الستيب انبوت بتاعي، وهنا 0.05. تمام. ومديني ان انا هنا عندي الريسبونس بتاع السيستم عامل من المنظر ده، ومديني هنا الرايزنج تايم 1 ثانية، ومديني هنا السيتلينج تايم ب1.5 ثانية. ده طبعا في التايم دومين. طب هل انا اقدر اعمل المنظر ده؟ انا ممكن اعمل المنظر ده، بس هيبقى معقد بالنسبة لي. ليه؟ لان انا عشان اعمل المنظر ده انا محتاج ان انا اعمل ماثيماتيكال موديلنج للاوتبوت، والاوتبوت بتاعي اللي انا التي اوف اف عباره عن الانبوت على الاوتبوت، قصدي على الانبوت، وانا الانبوت مديني اللي هو 1 على اس، او 0.05 على الاس، لان ده الجين بتاع السيستم بتاعي اللي هو ال 0.05 على الاس، اللي هي الستيب ايه، الستيب انبوت. فانا هضطر اضربها في السيستم هنا، فهتطلع لي 0.05 على اس تكعيب بلس 10 اس تربيع بلس 20 اس. وده طبعا عشان اعمل له ماثيماتيكال موديلنج هضطر اعمل له بارشل فراكشن، وبعد ما اعمل له بارشل فراكشن اروح رايح محوله من اللابلاس دومين للتايم دومين، اعمل له انفيرس لابلاس، وابدا اعمل له ادخله مثلا على الاله، اعمل له تيبل، واخد الارقام تيبل التعويض ده، وابدا اعمل جرافنج للمنظر ده. فطبعا ده هياخد وقت طويل، بس هو ممكن. يعني انا مثلا هنا بعد ما حولت المعادله للتايم دومين بالمنظر ده، طلعت لي الشكل الكبير ده خالص. فانا لو جيت بصيت على المعادلة، المعادلة فعلا بتعمل سيتلينج هنا ل5%. أنا حاطط خط على ال5%، هي بتقرب من ال5% فعلا. وهنا السيتلينج تايم ده بيبدأ تقريبا من حوالي، أو باخد أنا مثلا السيتلينج تايم ل1 ثانية ده من 10% لحوالي 90%. القيم دي متغيرة، بس هو بيتاخد تقريبا من 10% ل90% من الأوتبوت بتاعي. وما بين 90% لحوالي، قربنا طبعا إيه من الماكسيمم، الماكس بتاعي. هنا طبعا عندي ايرور ستيت، بس هنا تقريبا الماكس اللي هيوصل له السيستم. فناخد من ال90 للماكس ده هيوصل لي ايه، هيديني السيتنج تايم اللي هو عند 1.5 ثانية. وهنا الرايزنج تايم على واحد ايه، عند 1 ثانية. طبعا الموضوع صعب. آه فعموما يعني هنكمل ان احنا نجيب البروبورشنال كنترول للسيستم ده. فهنا التي اوف اف هيساوي، هعمل ازاي البروبورشنال كنترول؟ ببساطة هضطر ان انا اضرب او احط الترم الجديد اللي هو الكي بي، اللي هو الايه، الجين فاكتور بتاع البروبورشنال ايه، بروبورشنال كونست. فيبقى كي بي على اس تربيع بلس 10 اس بلس 20 بلس كي بي بلس ايه، كي بي. وهنا المفروض في الامتحان يديني الكي بي، ويديني مثلا لو انا هجيب البي اي كنترولر بعد شويه يديني الكي بي والكي اي، وبعد كده لو هجيب البي دي يديني الكي بي والكي دي، وهكذا. فانا ممكن اعوض بيهم. هو هنا مديني في المساله ان الكي بي ب 300، فده هيساوي 300 على اس تربيع بلس 10 اس بلس 320. وده هيبقى الايه، الترانسفير فانكشن بتاعت البي اي او البروبورشنال كنترول. بس طبعا البروبورشنال كنترول الفايده منه ان هو دي بقى اللي لازم نحفظها، بدل ما احنا نرسم بايدينا. وطبعا الموضوع ده هياخد وقت كتير جدا ان انا افضل ارسم كل سيستم بايدي. فزي ما وضحنا ان الموضوع صعب جدا، فانا ببساطه هحفظ الافكتس واحاول بس اقرب ايه، اقرب الرسمه مش اكتر. مش هضطر ان انا ارسم بارقام دقيقه يعني. انا يا دوبك هرسم ايه، رسم كروكي من الاخر. فالبروبورشنال سيستم بيقلل لي الرايس تايم وبيقلل لي الايرور ستيت، بس الاوفر شوت بتاعي انكريزد. يعني ايه الاوفر شوت؟ ببساطه هنشرح مثال بسيط. انا لو مثلا عندي هنا طياره او درون، جميل، وبعد كده رحت انا مدخلها ايه، انها مثلا هي عند 10. هنا مثلا الزيرو بوينت بتاعي عند 10 متر، هي طايره عند 10 متر حاليا، وانا عايز اوصلها عند ايه، عند 20 متر. جميل. فانا اللي هيحصل اللي انا هدي ايه، هدي ستيب انبوت. ان هو فجأة كده الستيب انبوت بيبقى ببساطة انا ببقى ماشي في التايم دومين، وبعد كده بروح طالع على الستيب انبوت على طول، اللي هو طلع هنا من 10 ل 20.
جميل. فانا الدرون بتاعتي مش هتطلع على طول على 20، يعني هي مش هتطلع فجأة على 20 زي الستيب انبوت، لا هيبقى في ريسبونس. فانا مثلا لو كان عندي الاوبن لوب ريسبونس، اللي هيحصل ان هيحصل ايه المنظر ده. جميل. طب لو انا عملت البروبورشنال، او عملت مثلا البروبورشنال كنترول، هيعمل لي اوفر شوت. يعني ايه؟ يعني مثلا بدل ما الدرون تطلع واحده واحده وبعد كده تسيتل في الاخر عند 20 او تقرب من ال 20، لا، ان اللي هيحصل ان الدرون هتوفر شوت، هتطلع فوق الايه، فوق ال 20. طبعا بره الكلام ده، مش في مصر طبعا، انا بيبقى عندي ليميتس للارتفاع اللي ممكن الدرونز توصل له، ما ينفعش تعديها، والا بيحصل ايه، بيحصل يعني مشاكل او قواضي ممكن تترفع وتعمل مشاكل يعني اللي مستخدم الدرون دي. فده بيبقى في الكنترول حاجه مهمه، اللي انا ما اخليش الكنترول تعمل الاوفر شوت ده، ما توصلش فوق ال 20. فالاوفر شوت بيبقى بالشكل ده، انا مثلا طالع اهو، بعد كده عملت اوفر شوت، بعد كده هنزل وعندي ايرور ستوب، بعد كده هبدا اعمل ايه، سيتلينج. فانا مش عايز اعمل المشكله دي. فانا طبعا ايه، قلنا ان البروبورشنال كنترول بيزود الرايس تايم، اللي هو التايم ببساطه اللي انا اوصل للحاله دي، يعني ده الرايس تايم بتاعي، قلنا اللي هو الواحد ثانيه ده. بيقلل قصدي الرايس تايم، وبيقلل الايرور ستيدي ستيت، بيقلل الايرور ستيدي ستيت ده، بس بيزود الايه، الاوفر شوت. فالسيستم بيبقى بالمنظر ده. يعني لو جيت مثلا ارسم البروبورشنال، هلاقي ان هو بالشكل ده. انا عندي هنا اليونت ستيب بتاعتي، والاقي ان هو بقى عامل بالشكل ده. فانا هنا بقى عندي الرايس تايم قل، يعني مش كان بالشكل الكبير ده خالص، لا هو قل، بقى سريع جدا، بس عمل لي الاوفر شوت اللي هو المنطقه دي، وعمل لي برضو ايه، ديكريس للايرور ستيدي ستيت. يعني الايرور ستيدي ستيت المنطقه دي هيبدا ان هو يوصل لها اكتر. فانا ممكن مثلا اخلي الاتنين دول منطبقين على بعض. تمام. ندخل بعد كده في اللي انا اجيب البي اي كنترول. فهنا الترانسفير فانكشن بتاعتي هتساوي ايه، الكي بي. وزي ما شفنا في السيستم اللي احنا كنا عاملينه، ان الانتجرال او الانتجرال كنترول سيستم بيساوي كي اي على اس. جميل. وبعد كده هنا تحت اس تربيع بلس 10 اس بلس 20 بلس 10 اس بلس 20 بلس الكي بي بتاعتي بلس كي اي على اس. تمام. ممكن اضرب الترمين فوق البسط والمقام على اس، وطبعا ده اللي مش هيغير لي حاجه في السيستم. فهنا يبقى اس كي بي زائد كي اي على اس تكعيب بلس 10 اس بلس 20 زائد كي بي في اس بلس كي اي. طبعا زي ما قلنا هيبقى مديني في الكي اي والكي بي. فهنا مديني الكي بي ب 30 والكي اي ب 70. فانا ممكن مثلا اروح معوض على طول. قلنا الكي بي ب 30، فهنا تبقى 30 اس زائد 70 على اس اس 3 زائد 10 اس تربيع، دي المفروض تبقى تربيع، زائد الكي بي ب 30 وهنا 20، فيبقى 50 اس بلس ايه، 70. تمام. وهنا رسمة بتكون عبارة عن ايه، البروبورشنال انتجرال سيستم بيتخلص من الايرور ستيت. فبيبقى السيستم بتاعي بالمنظر ده. يعني انا عندي هنا الستيب، وبيقلل لي الاوفر شوت شوية، فانا عندي السيستم هيبقى بالمنظر ده. انا لازم ايه، احفظ الموضوع ده، او على الاقل ايه، يبقى الرسمه دي او السيستم ده بيعمل ايه، سواء كان البي او البي اي او البي دي او البي اي دي، بيعملوا ايه بحيث ان انا اقدر ايه، ارسم رسمه ايه توضيحيه ما بين الانبوت والريسبونس بتاع السيستم. لو جيت بعدها اللي انا اجيب الترانسفير فانكشن بتاعه البي دي سيستم، فهتبقى بالشكل ده. هتبقى اس في كي دي زائد كي بي على الاس تربيع بلس، طبعا العشرة كانت 10 اس، هضيف هنا عليها اس كي دي، فهتبقى 10 زائد كي دي، 10 زائد كي دي كله مضروب في اس، زائد 20 زائد كي بي.
طبعا كذلك هيبقى مديني قيم ليهم، وهنا مديني الكي دي ب10 والكي بي ب300. فهنا يبقى 10 اس زائد 300 على اس تربيع زائد 20 اس زائد 320. وهنا البي دي سيستم بيقلل لي الاوفر شوت والسيتلينج تايم. بس وكمان في تقليل بسيط للرايس تايم والايرور ستيت. يعني انا السيستم عندي هيبقى بالمنظر ده. لو انا عندي هنا الستيب فانكشن بتاعتي او الستيب انبوت، اول حاجه احنا قلنا الاوفر شوت هيقل والسيتلينج تايم هيقل. فانا الاوفر شوت هيقل يبقى بالشكل ده، والسيتلينج تايم ان هو ايه، مش هيفضل يطلع وينزل زي البروبورشنال سيستم. لا ده على طول هيوصل للايه، على طول هيوصل للاوتبوت بتاعه، او للفاينل انبوت ايه اللي احنا الفاينل اوتبوت اللي احنا عايزينه. تمام. وزي ما احنا شايفين برضو ان في ريدكشن في الرايس تايم، ان هو ما كانش زي ايه، زي الرايس تايم الكبير ده، لا ده قل شويه. وطبعا الايروستاتيك برضو هيقل، فهيقرب من الخط ده اكتر. تمام. وعندنا اخر حاجه هتبقى البي اي دي سيستم. فانا هنا عندي البي اي دي سيستم الترانسفير فانكشن هتبقى مجموع الايه اللي كل اللي ورا ده، فيبقى الاس كي دي او الكي دي في اس، كي كي دي في اس بلس كي بي بلس كي اي على الاس، كل ده على اس تربيع بلس 10 زائد الكي دي في اس زائد 20 زائد الكي بي زائد الكي اي على الاس. اضرب في البسط والمقام في اس. فهنا الترانسفير فانكشن بتاعتي هتبقى عبارة عن كي دي اس تربيع بلس كي بي اس بلس كي اي على اس تكعيب بلس 10 زائد كي دي اس تربيع بلس 20 زائد كي بي في اس بلس كي اي. وهنا برضو مديني للكي دي انها ب50، والكي بي ب350، والكي اي ب300. فانا ممكن اعوض، فهنا بقى عندي 50 اس تربيع بلس 350 اس بلس 300 على اس تكعيب بلس 10 و50 هتبقى 60 اس تربيع، 20 و350 370 اس بلس ايه، بلس 300. وطبعا البي اي دي سيستم هو اعقد سيستم فيهم كلهم، بس افضل سيستم بالنسبه لكل حاجه. ما فيهوش اوفر شوت، والرايس تايم بتاعه سريع، وما فيش ايرور ستيدي ستيت. فببساطه هيبقى شكل الاوبن لوب ريسبونس بس اسرع بكتير، وما فيهوش طبعا الايرور ستيدي ستيت، فيبقى بالمنظر ده. طبعا ايه، هنا عندي رايزنج تايم قليل، ما عنديش اوفر شوت، الخط ده او الاوتبوت بتاعي ما بيطلعش فوق الانبوت. وعندي طبعا ما فيش ايرور ستيدي ستيت، فالخطين بينطبقوا على بعض. كده يكون خلصنا البي اي دي كنترول، وبالتوفيق ان شاء الله.